بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم ويتعاد عليكم بكل خير وصحة وسعادة وعافية يا رب العالمين. النهاردة بقى هنعمل كده حاجة حلوة كده ناكلها ما بين الفطار والسحور. طبعا مفيش احلى من الكنافة والقطايف. الحاجات كده المميزة الشعبية بتاعتنا اللي منقدرش نستغنى عنها في رمضان ابدا. يلا بينا نعمل صينية كنافة سهلة ولذيذة وبسيطة وتكاليفها بسيطة جدا. يلا بينا نشوف المقادير وطريقة التحضير بتاع صينية الكنافة بتاعتنا. يلا بينا. اول حاجة انا عملتها معايا السيرب، كوبايتين من السكر، عليهم كوباية ونص من المية، عليهم باكت فانيليا، وعليهم ليمونة صغيرة. تمام. طبعا بنحط باكت الفانيليا قبل ما نطفي، بنحط باكت الفانيليا ونطفي على طول. تمام كده. احنا عملناه قبل الكنافة علشان يبرد، لان لازم السيرب يكون بارد والكنافة تكون سخنة وهي طالعة من الفرن، نقوم حاطين عليها السيرب بتاعنا وهو بارد. تمام كده. يلا بينا بقى نكمل بقية الخطوات بتاعتنا. انا معايا نص كيلو من الكنافة مقطعاها تقطيع كده زي ما انتوا شايفين. لازم نقطعها كده بالطريقة دي. ومعايا كوباية من السمنة البلدي. طبعا الكنافة ما تحلاش غير بالسمنة البلدي، بتودي الكنافة في حتة تانية السمنة البلدي. تمام. طبعا انا مسيحة كوباية السمنة البلدي دي مدفياها كده على النار. هبدأ بقى ايه، قلبت كوباية السمنة بتاعتي على الكنافة، وهبدأ ان انا ادعك الكنافة كلها بكوباية السمنة. طبعا في ناس ما بتحبش تعمل كده، بس دي افضل طريقة، ان انتي بتشربي كل شعيرات الكنافة بتاعتك بالسمنة. انما بترصي الكنافة كده وبعد كده بتقلبي عليها السمنة، لا انا مش بحب الطريقة دي، لان الكنافة كده مش بتشبع كلها من السمنة، بيبقى فيه جزء خد سمنة وجزء لا. فدي افضل طريقة ان انتي يبقى الكنافة بتاعتك تضمني كلها شربت من السمنة بتاعتك. تمام. خلاص كده انا شربت الكنافة بتاعتي بالسمنة. عندي صينية برضو حاطة فيها كده دهنها بالسمنة الفلاحي برضو. هقسم الكنافة بتاعتي الجزئين. اول جزء هاخده احط في الطبقة الاولى في الصينية. اقسمي الكنافة بتاعتك اقسميها بالتساوي. طبعا كل صينية على قد ايه اللي انت جايباه. يعني مثلا انا عندي جايبة نص كنافة، الصينية دي بتاخد عندي نص كنافة. لو عايزة تجيبي ربع كنافة برضو بتبقى في صينية قليلة جدا بتاخد ربع كنافة، برضو هتقسميه برضو على طبقتين. تمام. يعني امكانياتك زي ما انت عايزة. دلوقتي بعد ما حطيت الجزء الاولاني من الكنافة هبدأ ان انا اضغط بايدي بكف ايدي كده. لازم اضغط ان انا انزل الكنافة ديت، اثبت الكنافة كده متبقاش فيه شعيرات كده ايه طالعة من الكنافة، لا بثبت الكنافة بتاعتي في الصينية اهو زي ما انتوا شايفين كده. عايزة تضغطي بقى بايدك اضغطي، عايزة بطبق اضغطي. المهم الكنافة بتاعتي تبقى ايه مضغوطة كده وفي الصينية ثابتة. تمام. مفيش شعيرات، مش هشة كده من على الوش ولا حاجة، لا انا عايزة الكنافة بتاعتي تكون ثابتة في الصينية ومضغوطة. تمام. بعد كده بعد ما ضغطت الجزء الاولاني من الكنافة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، هبدأ احط بقى ايه المكسرات بتاعتي. انا عندي المكسرات بتاعتي عندي 3 انواع، جوز الهند وزبيب وسوداني. طبعا المكسرات زي ما انت عايزة زي ما تحبي يعني. تمام. في ناس بتحب مكسرات وفي ناس بتحبها سادة، في ناس بتحبها باللوز وبالبندق وبعين الجمل زي ما انت عايزة، حسب امكانياتك طبعا، كل واحد حسب امكانياته.
تمام. دلوقتي حطيت اول طبقة، حطيت جوزة الهند، وهحط الزبيب، وهحط كمان السوداني. وانتي بتحطي المكسرات ابعدي عن الحروف بتاعة الصينية، تمام، علشان ما تتحرقش في الفرن. هتاكلي صينية كنافة بالسمنة البلدي ريحتها هتجيب اخر الشارع. اعملي بس صينية الكنافة دي بالطريقة اللي انا بقولك عليها وهتدعيلي. هنحط الطبقة التالتة وهو السوداني. لو وصلتي لحد هنا وما حطيتيش اللايك يا ريت تحطي اللايك، ما تنسوش اللايك يا جماعة الخير. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. احلى حاجة الحلويات الشرقية بتاعتنا ديت البسيطة السهلة الجميلة. انا عملت لكم قبل كده على القناة الكنافة البورمة، وعملت الكنافة بالمانجا، طرت الكنافة بالمانجا، فقلت المرة دي بقى نعمل صينية كنافة كده بالمكسرات بسيطة كده. هنحط بقى الطبقة التانية من الكنافة، هنوزعها كويس جدا كده على الصينية بتاعتنا. هنغطي كل المكسرات بتاعتنا ونضغط بقى برضو، لازم نضغط كويس، نضغط لحد ما الصينية بتاعتنا تبقى شكلها كده مضغوطة وجميلة معانا. طبعا انا مولعة الفرن دلوقتي على درجة حرارة 160. هنحطها في الرف الوسطاني براحتها خالص لحد ما تحمر من تحت ومن فوق. حسيتي ان هي احمرت من تحت كويس ولسه ما احمرتش فوق، فاضل لها حاجات بسيطه، ممكن تولعي لها الشوايه. تمام كده انا طلعتها معايا. اول ما طلعت طبعا سقيتها بالسيرب بتاعها. لازم تسقيها بالسيرب اول ما تطلع من الفرن. طبعا زي ما قلت لكم السيرب بيكون بارد والكنافه بتكون سخنه. هسيبها بقى كده تبرد، وبعد ما تبرد هقطعها. طبعا انا بحب ان انا اقطعها مثلثات. بصوا والله الكاميرا كمان ظلموها، ده طالعه لونها تحفه ذهبي وتحفه. بعد ما بردت معايا الصينيه بتاعتي بدات ان انا اقطعها. طبعا انتي بتقطعيها حسب القطعيه اللي انتي عايزاها، بس انا بحب اقطعها كده مثلثات. بقطع كده من النص من منتصف، واحده كده وواحده كده، وبعد كده بنجيب الاربع بنقسمها زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. كل واحد كده بياخد المثلث بتاعه في الطبق بتاعه وبياكل. عايزه اقول لكم ريحتها جميله جدا جدا جدا. السمنه البلدي بتودي الكنافه في حته تانية خالص. زي ما قلت لكم السيرب بتاعها كوبايتين سكر عليهم كوبايه ونص من الميه، ليمونه، باكت فانيليا، والفانيليا بنحطها في الاخر خالص. خلاص طلعت معانا بالشكل دوت. طبعا وانا بزينها الكاميرا كانت فصلت مني. طبعا انا زينتها بالكريز بجوزة الهند. تمام طلعت معايا بالشكل الجميل ده زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا حطيتها في طبق التقديم. يا ريت اللي اول مره يشوفني يعمل سبسكرايب للقناه ويفعل زر الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد، وما تنسونيش في اللايك. مع تحياتي شيماء والي، ورمضان كريم يا حبايبي. كل سنه وانتم طيبين ويتعاد عليكم بألف خير وصحة وسعادة وعافية يا رب العالمين.
ما تنسوش اللايك يا حلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.